تقدر تعمل تصدع او شرخ فيه عشان تسمح بمرور كميات كبيره من الميه تقدر تغرق كل محافظات مصر لحد ما توصل للقاهره. وبالفعل الذكاء الاصطناعي اداهم تصور للي ممكن يحصل، قاموا على طول خدوه ونشروه في مقاله عشان الشعب المصري يخاف. طيب ايه هي التداعيات اللي هتكون ناتجه عن ضربه زي كده؟ بص يا سيدي، في الاول كده في اللحظه اللي هينهار فيها السد هتنطلق كميات كبيره من الميه المتخزنه في بحيره ناصر، وفي خلال اول 3 ساعات بس الميه هتغطي كل محافظه اسوان والاقصر، وهتغرق كل البنيه التحتيه والمنشات الصناعيه والعسكريه، ده غير غرق لكل الفلاحين اللي شغالين في مناطق زراعيه. وبعد اول 3 ساعات الفيضان هيخلص محافظات الصعيد وهيدخل على القاهره، وهتكون في حاله طوارئ شامله في البلد كلها. شبكه الكهرباء متدمره، محطه المياه غرقت، السكه الحديد اتعطلت والقطارات غرقت، شبكه الاتصالات وقعت، والجيش والحمايه المدنيه هيكونوا بيحاولوا ينقذوا ما يمكن انقاذه، وهيكون في سباق مع الزمن، وده عشان سرعه تدفق الميه هتكون بسرعه اكتر من 80 كم في الساعه، يعني تدفق تيار الميه هيكون بيسابق سرعه العربيات. واللي هيعرف ينجو من الطوفان ده هم الناس اللي هيهربوا على طول للصحراء بعيد عن الوادي. عدد الوفيات المتوقع لسيناريو زي ده وصل ل1,700,000، وده في حاله وجود تحذير مبكر للناس عشان تهرب. لكن لو الموضوع كان مفاجئ العدد ممكن يوصل ل10,5 مليون في واحده من اسوأ كوارث البشريه في التاريخ الحديث. بص بقى يا صديقي، كل اللي انا حكيته لك ده كان سيناريو تخيلي كده من الذكاء الاصطناعي للي ممكن يحصل لو السد العالي اتضرب. تعال بقى للكلام العلمي واللي على ارض الواقع. تفتكروا حاجه زي دي ممكن فعلا تحصل؟ خليني في الاول احكي لك قصه.